اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم احلى متابعين في الدنيا، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح التفاؤل، صباح السعاده على قلوبكم الجميله، صباحكم مشرق بنور الله. النهارده هنعمل سفره جميله هنشكلها برضو تشكيله حلوه كده. يعني ممكن تعملي تاخدي صنف من على السفره ديت وتعمليها، او ممكن تعمليها كعزومه. السفره تنفع معاكي عزومه برضو. هتجمعي ما بين نوعين من الفراخ النهارده، بس سفرة تكون شيك وطعمها لذيذ جدا. قبل ما نبدأ الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ. اول حاجه يا بنات، الفيديو ده بقاله اساسا يعني 4 5 ايام كده، بس انا ما كنتش عارفه انزله لكم معلش عشان صوتي كان ضايع خالص. يعني يا دوبك فقت من البرد شويه ورحت منزله لكم. جميل جدا، تحفه. اعملي فراخ بالطريقه دي هتعجبك جدا. هنعمل المحشي برضو النهارده بطريقه مختلفه تماما. هنعمله بالبانيه المشوي، حاجه كده تحفه في منتهى الجمال. اعملي بالطريقه دي هيوفر عليكي وقت ومجهود. اول حاجه قطعت الفرخه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفينها، وقطعتها 4 تربع زي ما انتم شايفينها كده، وبعدين هقطع الربع يعني الربع على نصين برضو زي ما انتوا شايفين كده. وخدت الصدر من الفرخة بتاعتي برضو وقطعته بانيه. الفرخة بتاعتي كانت كبيرة، كانت 3 كيلو. يعني حبيت اعملها منها صنفين ووريكم برضو طريقة من طريقة الفراخ بطريقة، وطريقة الفراخ مع المحشي بطريقة تانية خالص. خلاص كده يا بنات اهوت. ابتديت طبعا قطعت الصدر الاول بانيه. او لو عندك بانيه برضو بتقدري تعملي الوصفة بيه. معايا الفرخة بقى ديت هبدأ اقطعها بقى كويس لان هي كبيرة جدا، وانا عايزة المنابات تكون يعني صغيرة عشان تاخد التتبيلة بتاعتي كلها فيه. اهو زي ما انت شايفة كده بقطع يعني المناب على 2 أو 3 ممكن. يعني لو المناب كبير اوي بقطعه على 3. بتبداي بقى تقطعها كده كويس، وبعدين هتاخديها تغسليها غسلة حلوة. بعد التقطيعة كمان هتغسليها بملح وخل وليمون، وتغسليها بشوية دقيق. لازم أن تغسليها عشان الزفارة ما بتكن السكينة. ويعني بعد ما تقطعي طبعا الدم بيظهر اكتر. عايزين نغسلها غسلة كويسة. خلاص كده بقى هروح اغسلها غسلة حلوة وبعدين ارجع لكم. كنت حطيت مية تغلي اهيت. خلاص غليت معايا. حطيت معلقتين ملح كبار. ورحت نازله على طول بورق الكرنب معايا زي ما انت شايفه كده. اول طبعا ما ياخد يعني دقيقه او دقيقتين، خلاص بتقلبها على الناحيه التانية اهوت. ما بياخدش وقت خالص الكرنب اللي هو البلدي ده. بشيله اهوت واحط دور تاني. في الحالة دي يا بنات كنت خلاص غسلت الفراخ اهي غسلة حلوة وحطيتها في صينية اهيت. وطبعا ببدأ انشفها كده من المية اللي هي فيها. انا مش عايزة يبقى فيها مية خالص. تمام. هبدأ اعمل التتبيلة الجميلة بتاعتها ديت بقى. معايا 3 فصوص توم او 4 فصوص توم لو التوم بتاعك صغير. حطيت عليها علبة زبادي سادة اهيت. يعني علبة زبادي او كوباية زبادي اللي عندك حطيه. او يعني حليب داخل على الروابان لسه. تمام. وحطيت صلصة كمان. معايا كيس صلصة او معلقة صلصة كبيرة. معايا البهارات بتاعتي بقى عبارة عن بهارات فراخ، ومعايا بابريكا، ومعايا شطة، ومعايا فلفل اسود، ومعايا 7 بهارات، ومعايا شوية كزبرة يعني نص معلقة كزبرة كده، وكاري وكركم. بس كده. حطيت معلقتين زيت كبار يعني ربع كوباية زيت كده، وحطيت معلقتين خل. ما تكتريش من الخل. معلقتين خل لمعلقتين عصير ليمون، لا ده لا ده. زودت البابريكا اهو عشان انا بحب ريحتها في الشوي زي ما انا قلت لكم قبل كده. وخلاص على كده التتبيله ديت هتنفع معايا للاتنين. للبانيه وتنفع معايا للفراخ اللي انا بعملها دي. خلاص كده نزلت التتبيله على الفراخ اهي يا بنات. تتاكدي ان هي ما فيهاش ميه خالص زي ما انا بقول لكم. ما يبقاش فيها نقطه ميه عشان التتبيله كلها تدخل في قلب اللحمه من جوه.
تقدري تفتحي اللحم بتاعك، يعني المناب اما يبقى كبير شويه تقدري تفتحيه 3 4 فتحات كده بالسكينه عشان برضو اللحم يتشرب معايا التتبيله. انا فتحته كله بعد ما غسلته اهو، زي ما انتم شايفين بوريكم اهوت اللي انا مفتحاه كله اهوت. وانزل التتبيله وادعك كويس جدا التتبيله باللحم بتاعي. لازم التتبيله توصل للحم كله بتاعي من فوق ومن تحت ومن تحت الجلد ومن كله. ابتديت بقى هو اجيب بصلتين، معايا بصلتين متوسطين اهوت. هبدأ اقطعهم جوانح كده زي ما انتم شايفينها. طبعا انا سبت معلقتين للبانيه، شلت معلقتين للبانيه، هنقع البانيه فيه يعني. هسيب البانيه فيه لغايه ما اخلص الوصفه الاولانيه. تمام. بتبدأي تقطعي جوانح كده البصل او تقطعيه يعني في الكبة زي ما تحبي، بس ده بيديله شكل احسن بعد ما يستوي. خلاص قطعت البصلتين اهمت زي ما انتم شايفين كده. وهجيب بقى التتبيله الجميله ديت هصبها على على البصله. طبعا قبل ما نبدأ اي حاجة يا بنات زي ما انا قلت لكم، بندخل على المطبخ نشطبه ونخلص اللي ورانا كله وبعدين نفضل المطبخ بتاعنا عشان الغدا بتاعنا يبقى حلو وما يبقاش في كل حاجة متكركبة على دماغنا. تبقى كل حاجة رايقة يعني حوالينا. هبدأ بقى ارص الفراخ بتاعتي بالتتبيلة بتاعته، يعني انا ما بنفضهاش منه خالص، انا برصها بيه احلى فراخ ممكن تاكليها النهارده. رهيبة جميلة جدا. زودي البابريكا وزودي الكزبرة والبهارات. واي بهارات بقى انت حابة تحطيها حطيها. مش عندك البهارات اللي انا قلتها دي كلها وحابة تحطي بهارات وفلفل اسود حطي، بتبقى جميلة برضو. خلاص كده يا بنات اهو زي ما انتوا شايفين انا رصيت اللحمة بتاعتي اهيت. طبعا انا شلت معلقتين دول بقى هنزلهم عادي على الفراخ بتاعتي اهوت. مش هبقى محتاجاهم يعني انزلهم، وعشان انا مش هشربها ميه، مش عايزه اشرب الصينيه بتاعتي ميه، تبقى مشويه على الهادي خالص كده. خلاص كده ببدأ بقى اجيب البصل واحشيه من تحت الجلد كده وبالتتبيله طبعا. بغرقه في التتبيله اللي بتاعه الفراخ وابدأ اعمله كده تحت الجلد زي ما انتم شايفين كده. طبعا البصل بتاعي انا رشيت عليه شويه ملح وشويه فلفل اسود بس، ما رشيتش اكتر من كده عشان بس يديله طعم. هو كده كده ياخد طعم من التتبيله، طعم تاني خالص، بس ده يعني مبدئيا كده عشان نملحه يعني. خلاص كده انا خلصت اهو زي ما انتم شايفين كده. وصلت البصل برضو للتتبيله كلها ونزلته تحت الجلد بتاع الفرخه وفي اللحم برضو بتاعها اهو. حطيت بصل من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين كده. كان معايا قرنين شطه كده خرطتهم ودفستهم في قلب الفراخ برضو تدي طعم احلى يعني. معايا معلقتين زيت كبار كده بترشهم على الفراخ من فوق. في الحاله دي انت بتكوني محضره الفرن على درجه حراره 240 اول نص ساعه. اول نص ساعه يا بنات بتعلي الفرن على درجه 240 درجه مئويه. بتحطيه في الرف التحتاني خالص. اول ما تحسي ان هي استوت خلاص يعني بتشغلي من فوق كمان، يعني بيبقى من فوق ومن تحت، ما بتطفيش خالص من تحت لغايه ما تستوي، بس بتهدي شويه عن 240، يعني بتبقى 200 مثلا او 180. بتهدي النار شويه وبعدين تعلي الشوايه من فوق بس كده. اخر 10 دقايق ركزوا معايا يا بنات، اول نص ساعة النار بتبقى عالية، النص ساعة التانية النار بتبقى متوسطة. بعد كده ال10 دقايق بتشغلي الشواية من فوق، بتشيلي الورق الفويل ده خالص وتشغلي الشواية من فوق. كنت بوريكم هنا بقى نعمل البانيه. طبعا لا تحطي معلقتين من دومت، لا تحطي بصلايه مفرومه و... وطماطميه مفرومه والبهارات بتاعتك بس كده وفصين توم بس كده. لا ده لا ده. بس انا كنت عامله كميه كمان، رحت عامله لها خلطه تانية يعني. حطيت معلقتين للبانيه بتاعي وبعدين عملت خلطه تانية جبت بانيه تاني وعملته عشان السفره بتاعتي. كنت محتاجاها تزيد شويه، كان في ناس جايين لي وكده. خلاص كده يا بنات انا لفيتها بالورق السلوفان او ورق الالومنيوم ده. طبعا وبتدخليها الفرن. هتقعد معايا ساعة و10 دقايق بالظبط. تمام. هنا بقى معايا اهو معلقتين زيت كبار او معلقتين زبدة بتحطي عليها اول ما طبعا يسخن معايا تروحي منزله البصلة متوسطة معاكي. طبعا المحشي بتاعنا بيحب البصل.
يعني بيبقى في البصل جميل جدا. كتري البصل على قد ما تقدري، بصلة كبيرة بصلة متوسطة يعني تكون حلوة برضو كبيرة كده. نزلتها اهوت، واول ما خلاص اصفرت لونها لازم يكون ذهبي. حابه تحطي فصين توم حطي، مش حابه، انا مش حابه احط المره دي لان تكمله الوصفه يبقى فيها توم. خلاص كده يا بنات اهوت، حطيت الصلصه بتاعتي الكميه المناسبه للكميه اللي انت هتعمليها. انا حطيت كوبايه اهيت على الكوبايه على الكرومبه بتاعتي، سوري. ورحت منزله بالتوابل بتاعتي والكيس الصلصه. حطيت الكيس الصلصة اهوت، وحطيت التوابل بتاعتي ملح فلفل اسود كزبرة كمون رشة قرفة. تمام. هتقلبي كويس بقى كده، وطبعا المكعب المرق بتاعك اهو زي ما انت شايفه. خلاص كده يا بنات اهوت، هي اتسبكت معايا. طبعا الناس اللي متابعيني عارفين ان الصلصه بتاعتي بتبقى جاهزه، بطلعها على الاكل على طول. يعني يا دوبك بتنشف بس من الفريزر، يعني تنشف من ميه الفريزر بس على النار، وخلاص على كده بتكون جاهزه معايا. هي بتاخدش وقت. غسلت كيلو رز اهوت معايا ورحت منزلاه عليه. شوفي بقى الرز بتاعك، لو حابب صلصة، لو بتحبيه بصلصة زودي الصلصة، لو ما بتحبوش بصلصة اعمليه زي كده. يعني بيبقى وسطاني، بيبقى حلو عشان ما يمررش معاكي. بتفضلي تشوحي شوية، بتشوحي الرز شوية مع البصلة كده، تشويحتين كده حلوين. وبعدين تغسلي الخضرة بتاعتك وتحطيها. الخضرة بتاعتي عبارة عن ايه يا اسماء؟ عبارة عن كزبرة وشبت. انا ما بحبش البقدونس في المحشي. كزبرة وشبت. خلاص كده اهوت، غسلت الخضرة بتاعتي ورحت منزلاها ومشوحة تشويحتين كده على من غير من غير نار. يعني بتشيلها من على النار وانت بتحطي الخضرة، او بتستنى على ما تبرد. تمام. خلاص كده ركنتها على جنب بقى. نبدأ نعمل الورق بتاعنا بقى. ورق الكرنب بتاعي خلاص اتسلق وبقى زي الفل معايا اهوت. هبدأ اقطعه بطريقتين. الطريقة الاولى بتحطي 3 4 ورقات فوق بعض زي ما انت شايفة كده، وتشيلي العنقود اللي فوق، العرق يعني اللي احنا بنقول عليه. وبعدين تقطعيه كده قطعتين. طبعا لو الورقة كبيرة بتاعتك شوية بتقطعيها على 3. تمام. بيبقى سهل وسريع، ده ما بياخدش وقت خالص مننا. الطريقة التقليدية بتاعتنا بقى اللي احنا متعودين على طول بقالنا سنين، بنشيل الورقة من فوق، اللي هو العنقود من فوق، وتقطعيه 3 4 زي ما انت شايفاني كده وانا بقطع. خلاص كده يا بنات احنا قطعنا اهوت بطريقتين. الطريقة اللي تعجبك والاسهل اعمليها بيه. بس طريقة الورق على بعضه اسهل بكتير من كده. بس يعني اللي حابب، اللي متعود على حاجة يعملها يعني. خلاص كده يا بنات اهو زي ما انتم شايفين كده، حطيت العروق تحت في الطاجن. النهارده هيبقى طاجن بتاعنا خطير خطير، بعيد عن خالص الحلل بتاعت المحشي اللي بنسويها على البوتاجاز. هيبقى في الفرن النهارده. الطاجن ده هيبقى جميل جدا، جربيه بالطريقه ده هيعجبك. خلاص كده يا بنات اهوت، حطينا العروق ورحنا حاطين ورقتين الخضر اللي هما بيبقوا خضر قوي تحت. طبعا حابه تحطي البانيه اللي احنا عملناه، اللي احنا قطعناه مع بعض في بدايه الفيديو، وحطيناه في التتبيله. حطي تحت ورق، يعني رقين 3 زي ما تحبي. لو انت هتعمليها بس لولادك يعني وخلاص، مش هتعملي فراخ جنبه، هتعملي الطاجن ده بس، يبقى تحطي 3 4. يعني املي الطاجن من تحت، بعرض الطاجن من تحت امليه البانيه. هيبقى رهيب رهيب. وبعدين احشي، وبعدين هنحطه فوقه برضو، هتشوفوا انا هعمل ايه. خلاص كده اهوت، عملنا اول سطر اهوت زي ما انتم شايفينه كده، وريتكم اول سطر اهو. هكمل بقيه الطاجن واوريهولكم. زي ما انتم شايفين كده بتعملوه كله بالطول يا بنات، لا كله بالعرض لا كله بالطول زي ما انتم شايفين كده، لان الطاجن بتاعي عشان يبقى مستوي من النص، يبقى كله سوا بعضه. خلاص خلصت اهوت زي ما انتم شايفين كده. خلصت الطاجن بتاعي بقى زي العسل معايا اهوت. هبدأ بقى اسقيه بالشوربة الاول. طبعا الشوربة بتاعتي بتبقى جاهزة، لو ما عندكيش شوربة بتحطي مرقتين دجاج وشوية بهارات وشوية زيت. وطبعا اظبطي الملح بتاعك وحطيها تغلي على النار، وخلاص على كده تبقى شوربة معاكي. سقيته بيبقى على اخر سطر زي ما انتوا شايفينه، يعني ما بتزوديش عن اخر سطر، يعني ممكن تحت السطر كمان يعني بنص عقلة ولا حاجة. هبدأ ارص البانيه بتاعي اهو زي ما انتوا شايفينه. طاجن سهل وسريع ما بياخدش وقت خالص. هينجز وقتك هينجز مجهودك. هتعملي اكلتين في اكله واحده. يعني هتوفري على نفسك كتير. جربيها يعجبك جدا وقولي لي في التعليقات. خلاص كده يا بنات رصيت البانيه اهوت بنفس الطريقه اللي رصيتيها فوق، ممكن ترصيها تحت في القاع من تحت. يعني قبل ما ترصي اول سطر محشي بترصي برضو بانيه. تمام.
هبدأ اقفله بقى كده بورق سلوفان. قفليه كويس طبعا عشان انا مش عايزه اللحمه بتاعتي تنشف ولا عايزه صوابع المحشي تنشف معايا. هندخله الفرن على درجه حراره 200 اول ربع ساعه، وبعدين بعد كده بتهدي النار على درجه حراره 180. اول طبعا هو ياخد معايا ساعه الا 10، ساعه الا 10 عشان ياخد السوا التمام يا بنات. في الاخر خالص بتشيلي ورق الفويل او الورق السلوفان، وبعدين تشغلي الشوايه من فوق ياخد وش اللي هو البانيه، وخلاص على كده احلى بانيه مشوي ممكن تاكليه في حياتك. معايا هنا الملوخيه بقى. هعمل شويه ملوخيه. حطيت شويه مرقه، واول ما غليت معايا بتروحي حاطه ربع معلقه كربونات، وبعدين تنزلي بكوبايه الملوخيه. خلاص تاخد غلوة بس كده، تقلب وخلاص تقفلي عليها. انا مش عايزاها تغلي وتنقط كتير على النار عشان ما تسمرش معاكي. معايا هنا الطشة بتاعتها بقى. بتبدي تحطي معلقة سمنة او زبدة وتلات اربع فصوص ثوم مهروسين ومكعب مرق. طبعا اول ما ياخد اللون الجميل بتاعي ده اللي هو داخل على الحمار، بتروحي نازله بالملوخيه عليه. بتنزلي بالملوخيه على الطشه، وبعدين تحطي الطشه تاني في طبق الملوخيه، يعني في صينيه الملوخيه. خلاص شايفين الملوخيه بقت شكلها تحفه ازاي؟ رهيبه رهيبه رهيبه. جربها بالطريقه دي هتعجبك جدا. خفيفه ولذيذه، ولا فيها صلصه ولا فيها في ناس بيحطوا مكعبات طماطم. لا انا بعملهاش كده. الطريقه دي خفيفه وسهله وسريعه. شايفين الفراخ بتاعتي مستويه والصوص بتاعها رهيب، يعني يتاكل اكل كده تحفه تحفه تحفه. رهيب. وايد الطاجن بتاعنا خرج برضو بعد ساعه الا 10. تحفه يا بنات تحفه. عايزه اقول لكم تحفه. الله اكبر الله اعظم. جميل جدا. جربيه على ضمانتي وقولي لي في التعليقات عجبكم ولا لا. حاجه كده عسل وسريعه وسهله. ادي البانيه بتاعي متحمر وزي الفل ومستوي برضو خالص دايب دوب. جميل جدا. وادي المحشي بتاعي برضو. المحشي بتاعي برضو مستوي خالص خالص خالص. جميل جدا يا بنات تحفة. خلاص كده هوت غرفت الملوخية اهي في الطواجن. وادي المحشي بتاعي برضو انا هكبه بقى، مش هقدمه طبعا كده. بطلع لكم واحد عشان نشوفه مستوي مع بعض ولا ايه برضو. طبعا يعني المية ما تنقصهاش عن السطر الاخراني. تمام. عشان يستوي معاكي سوا حلو. انا مش عايزاه اللي هو يبقى ني من جوه، انا عايزاه مستوي. ادي الفراخ بتاعتي مستويه، وادي الفراخ اللي هي بالبصل المكرمل ده رهيبه رهيبه. جربوها بالطريقه دي هتعجبك جدا. مشويه شوي على الهادي وجميله. وادي الملوخيه بتاعتي رهيبه يا سيدي على الجميل. تحفه يا بنات. جربوا الاكل بالطريقه دي بقى يعجبكم جدا جدا جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن. مع السلامة. بحبكم فيه.